إدخال الفرحة إلى بيوت هؤلاء المنكوبين مع حلول العيد أمر ليس في غاية الصعوبة. كان ذلك ما قامت به هيئة الشام الإغاثية في مناطق متفرقة من ريف دمشق. توزيع المال ولو بمبلغ بسيط على المنكوبين والجرحى ومن فقدوا أطرافهم كان من أولى فعاليات الهيئة، بيد أن نكبات هؤلاء كثيرة ومعاناتهم قد لا تكفيها تلك المساعدات البسيطة. مع ذلك كان هذا الظرف الصغير سببا في سعادة أم علاء. الله يخليك أولادكم وشبابكم ويعين عنكم أنتم جميع الإسلام يا رب. وبين ملاعب الطفولة وبقاياها تجلس هؤلاء الفتيات بصمت في أجواء من الحزن، فكان لهن نصيبا من نشاطات فريق الشام، ربما تعود إليهن فرحة العيد القديمة. بينما يحاول الأفراد العاملون في هيئة الشام تغطية معظم مناطق الريف الدمشقي وإيصال المساعدات لهم قدر المستطاع، متمنين إحياء ما تبقى من أمل في قلوب الناس. نحن وزعنا 250 كفالة لعائلات الجرحى والمنكوبين ضمن الغوطة الشرقية، ابتدأناها بعيد الأضحى والله يوفقنا ونقدر نكفي ونعطي العالم بعد العيد. في الغوطة الشرقية تتعانق المواجع مع الجهود صانعة بذلك خطا إغاثيا عساه يرسم البسمة على وجوه من أصابتهم النكبات وخالطتهم المآسي. لأورينت نيوز، سمار القوتلي، ريف دمشق.